اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا 5 سياسه. النهارده احنا بنقدم لكم حلقه مهمه جدا والكل منتظرها بقاله كتير. الحلقه دي تخص ايه بقى؟ الايجار القديم، المشكله اللي قلقه 3/4 السكان في مصر. لو عايزين تعرفوا التفاصيل خليكم معانا وما تروحوش في اي حاجه. لجنة الإسكان في مجلس النواب قررت إن هي تناقش المشروع الخاص بالإيجارات القديمة، وده طبعا بقاله كتير جدا بنحاول إن احنا نوصل لحل بعد ما ابتدت الناس اللي ساكنة في الإيجار القديم تقلق وتقول إن هي بكرة هتسيب البيت ولا صاحب البيت ممكن يعلي عليها الإيجار بنسبة كبيرة. اللي حصل بقى إن دلوقتي المناقشة اللي هتحصل خلال الأيام اللي جاية أو الفترة اللي جاية هتكون عبارة عن إيه؟ هقول لكم. أول حاجة إن هيبقى فيه نسبة لارتفاع الإيجار بس بنسبة صغيرة متزايدة على عدد مراحل السنين، وده طبعا اللي هتحدده الدولة، وهيبقى بنسب حسب الشرايح اللي هتقولها. يعني اللي هيبقى إيجاره 100 جنيه هيبقى ليه مثلا نسبة شريحة 20% 30% حسب ما تشوفوا الدولة مناسب للمجتمع سواء للمؤجر أو للمستأجر، وده معناه إن الكل هيبقى مبسوط في الفترة اللي جاية. فلو انت ساكن في ايجار قديم ما تخافش، مش هتضيع ولا هتطلع بره ولا صاحب البيت يقدر يطرد، ولو انت مؤجر برضو مش هتفضل تاخد ملاليم وبيتك هيفضل واقف. نشوفكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة وقانون جديد بيتناقش في البرلمان او الشيوخ او حتى حكاية سياسية جديدة في برنامجكم 5 سياسة.